يلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليل الموضوع يمكن الناس يشوفوه بسيط شديد، أنا والله ما شايفه بسيط، هم زعلني جدا 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 وموقف له كمية من المواضيع حوقف ما أقدر بس شفت لما نشوف نهاية الموضوع ده. الكلام ما له أي زول، لا مجتمع ولا منبرشات ولا بتاع، الكلام ده دغري شركة زين للاتصالات. سؤال أول، أنا حسب معلوماتي عرفت الليلة من الناس إنه شركة زين شغالة بالغاز، لأنه مع زيادة الغاز طوالي الاتصالات قالوا زادت ووزعوا جداول جديدة. أنا ما عارف، أنا خلي الزيادة ما وجعني شيء، حتى شكل التغيير زادوا يعني نوع من الاستعباط والحقارة وقلة أدب وكلام فارغ جدا جدا. جايبين لنا 6 جداول، ما عارف انتوا ناس ايزي امشوا بجاي، ناس شباب امشوا بجاي، نحن خلينا المدرسة دي زمن رجعنا لها بسبب جدار الضرب. هسه جايبين لنا جداول عشان تحفظ بس انت. انا هسه ما عارف روحي وين، زمان قلت كنت بنشط خدمه، هسه ما عارف ذات انا حمشي مع ناس منو حنشطها كيف. غير السعر الزايد دبل في يوم واحد. ده كلام ما مقبول كله زائد انه وهمنا بان السودان دوله متقدمه في الاتصالات. مقدمه وين؟ العالم اتطور. انا ما بفهم في الاتصالات دي كثير، عارف انه في ناس اتجاوزوا مرحله ال 5 جي ماشيين بغادي لها، نحن هسه واقفين في ال 3 جي لسه. الكلام ده ما مقبول، انا ما عندي حاجه اعملها، لا دي لا دايره ثوره ولا دايره بتاع. كل اللي بقدر اعمله انه شكرا شركه زين على اي يوم قضيناه معاكم لحد ما ترجعوا من القرار ده وترجعوا بغادي له، يعني مش ترجعوا له زمان نحن ما راضيين عنكم لما توصلونا 4 جنيه، ناس ما قادره تاكل ما قادره تشرب تقول لي 4 جنيه. كل اللي بقدر اعمله انه دي شريحتكم. شكرا لكم شديد. انا عثمان زنون عيسى. احضروني ذاته من اي كمبيوتر عندكم، اي شريحه عندكم زين. دي الشريحه تبعكم. شكرا لكم، ما حكسر لانه التكسير ذاته محتاج لطاقه. فشكرا لكم على اي يوم قضيناه معاكم. ما عارف حامشي هذه الشبكه غايته، لكن كان الشبكات الثانيه بقت زيكم. امس قلت لكم انا طالع من السودان او مفكر اطلع. واحده من الاسباب الشبكه دي والمناسبه، واحده من الاسباب اللي تخلي الزول زهجان من السودان، فعلى الزهج اللي فيها وزهج الغاز والدولار والحكومه والغير وغيره وغيره، ده انت تقول لنا انتم سبب اخير لان الزول يقول البلد دي اذا الشبكات الثانيه MTN ولا السوداني ولا غيره داري عابط نص العبط ده. انا واحد من الناس بخلي الكلام ده كله، بديكم التليفون ده بطلع على المطار ده ان شاء الله امشي اثيوبيا. للوقت ذاك راجعوا قراركم، حكومه تراجع قرار بتاع الغاز ده. تراجعوا عشان انا اتمنى انهم ما تراجعوا، معلش ما داير شربك المواضيع مع بعض، لكن انا واحد من الناس ما داير الحكومه تراجع موضوع الغاز ولا داير زين تراجع الكلام ده، لانه ده اللي بيوديكم التوج كلام اللي بيسولفوه ده. خليكم راكبين راس لما الشعب ده يركب معاكم الراس. شكرا زين. ما عارف غاية يشوفوا لنا شريحه برغمنا ده من شبكه ثانيه اذا في شبكه محترمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.